السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ جايبه لكم بقى طريقة للسينابون خطيرة خطيرة، وفي ثواني هتعمليها ان شاء الله. معايا بقى كده كوبايتين من الدقيق، مش هتاخد مني غير هي الساعة بتاعت التخمير علشان احنا في الشتاء بس، لكن بعد كده مش هتاخد منك 10 دقايق لو احنا في الصيف. وجبنا معانا كوباية من اللبن، كوبايتين من الدقيق، وكوباية من اللبن، ومعلقة كبيرة من الخميرة أو كيس الخميرة الفوري اللي قدامك ده، وبس. وطبعا اللبن بيكون دافي او اقل من الدافي، يعني بيكون فاتر كده شوية، عشان طبعا لو هو سخن او ازيد من الدافي شوية هيبوظ لك العجينة بتاعتك. وبس بتقلبي بقى اللبن كده مع الخميرة، وبتحطيهم بقى على كوبايتين الدقيق، وتفضلي بقى تعجني حلو قوي. لو الدقيق طبعا بتاعك يعني غير واحتاج منك معلقتين من اللبن مفيش مشكلة، بس انا الدقيق بتاعي كان مظبوط. ويا دوبك شايفين هي مش بتلزق جامد، ولكن يعني ايه حاجه بسيطه بس. طبعا بقى بجيب بحط بس كده معلقه زيت على ايديا، وبمسك العجينه بيها كده، وطبعا بدهن الوش بتاعها برضو زيت علشان ما تنشفش مني. وبس. وبغطيها بقى زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبها بقى كده ساعة، علشان طبعا الجو ساقع. يلا بقى قبل ما تخمر نعمل الصوص بتاعنا. هقول لكم على البديل للصوص ده: 1 سكر، و4 معالق زبدة، و2 معلقة من الجبنة الكريمي، وبضربهم بالمضرب. لكن الصوص اللي انا هعمل بيه: معلقتين من الكريمة الخفق، و2 من الكيري، معلقتين كبار من الحليب المكثف المحلى. انا كانت العجينة بتاعتي الحمد لله خمرت اهي كويس، بعد ساعة كده طلعتها وكانت خمرت وبقت طرية جدا وتحفة. المهم بس تحطيها في مكان دافي كده او تغطيها بحاجة. ثواني بقى وهنبدأ نفردها مع بعض. انا بحط طبعا اللهم صل على النبي رشة كده من دي عشان متلزقش بس مني. اهو شايفين زي طرية جدا في ايديا، مش قادرة اصلا اتحملها. وببدأ بقى افردها باي حاجة عندك هو زي ما انتوا شايفين. طبعا السمك بتاعها هوريهولكوا علشان مش عايزينها تكون رفيعة خالص. هي يا دوبك السمك بتاعها يكون متوسط كده شوية، لا هو رفيع ولا هو تخين. تمام. وبس كده. هجيب بقى معلقتين كبار من الزبدة، وهجيب عليهم اللهم صل على النبي معلقتين من السكر ومعلقتين من القرفة. حابة تحطي كاكاو زي ما تحبي. هنا معلقتين من الزبدة، طبعا انا مش عايزاهم يسيحوا خالص، انا عايزاهم متماسكين عشان يتمسكوا على العجينة بتاعتي. ومعلقتين من القرفة، ومعلقتين من السكر. سكر بني، سكر عادي، انا كان عندي سكر بني فقلت احطه وخلاص يعني. لكن لو عندك سكر عادي عادي جدا مفيش مشكلة. وبس كده. وتبدأ بقى تفردي عليها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الزبدة ما تسيحوهاش قوي علشان خاطر ما تطلعش بسرعة من العجينة بتاعتك. اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا انا بسيب الطرف الاخير خالص ده، ما بحطش فيه العجينة بتاعتي علشان خاطر اللهم صل على النبي، ما يطلعش الحشو بره يعني. بس كده بسيب الطرف الاخير خالص ده، ما بيبقاش فيه حشو كمان عشان اعرف الزق الطرف الاخير فيه. فردتها كويس زي ما انتوا شايفين اهو، سايبه الطرف الاخير فاضي. وهبدأ بقى الفها رول حلو جدا. طبعا بحاول يعني اتك على العجينة كده علشان خاطر ما اسيبش فراغات جواها. وبس. وبقفلها زي ما انتوا شايفين كده عشان ما تتفتحش مني في الفرن لما تخمر او تدخل الفرن. بس انا حاولت اقطع بالسكينة زي ما انتوا شايفين. احدد الاول بالسكينة، جيت اقطع بقى بالسكينة، بصراحة طلعت معايا وحشة جدا موضوع السكينة ده. اهو زي ما انتوا شايفين بدأت اقطع بالسكينة طلعت وحشة جدا. سبت بقى السكينة، ورحت جبت بقى خيط. الخيط بصراحة بيطلعها مظبوطة جدا، شايفين اتظبطت معايا خالص. اللي انا اول مرة اعمل السينابون، وبصراحة تحفة تحفة تحفة، جامدة جدا جدا، وبثلاث مكونات اللي هم اللبن والمية والخميرة. وعملت احلى سينابون بصراحة، وطري جدا جدا. شايفين العجينة في ايدي عاملة ازاي يا جماعة؟ حاجة كده من الاخر في اخر. انا الغلطه بس اللي عملتها ان انا حطيتها في صينيه كبيره شويه، وهي كانت عايزه صينيه اقل. انتوا ممكن تحطوها بقى في صينيه اقل. دي صينيه كانت ما شاء الله كبيره شويه، ف
فانتوا بقى حطوها في صينية اصغر من كده شوية. بس دي الغلطات اللي انا وقعت فيها، مفيش غير كده، وهيطلع معاكم بجد خطيرة خطيرة خطيرة. اهي هبدأ بقى الفها كده بالاسترتش عشان تخمر تاني كمان معايا ربع ساعة، علشان بقى ايه تخمر كويس جدا، وبعدين احطها في الفرن. هي كده خلاص خمرت كده بعد ربع ساعة. بقت عاملة ازاي يا جماعة؟ حطوها يعني شغلوا الفرن كده، حموا الفرن وسيبوها كده جنبه شوية، ربع ساعة هتلاقوها ارتفعت على طول. طبعا لازم تدخلوها على فرن حامي. هنا بقى هنعمل الصوص معلقتين كبار من كريمة الخفق، ومكعبين من الجبنة الكيري او جبنة كريمي زي ما تحبي، وهحط كمان معلقتين كبار من اللبن المكثف المحلى. طبعا انا قلت لكم البديل واقوله لكم تاني، 1 كوب من السكر، و4 معالق من الزبدة الجبنة الكريمي. خلاص هنا كده خلاص طلعت في ثواني، بتطلع يا جماعة، وما تخلوهاش لحد ما تاخد قعر. الحاجة الصوص اللي باين ده صوص القرفة والسكر اللي نزل يعني من العجينة يعني، وهي بتسيح طبعا بينزل الزبدة والسكر من تحت، فبيعمل لها كراميل. عشان كده انا ما عملتلهاش كراميل من تحت. شايفين بقى الجمال يا جماعة؟ هحط بقى عليها الصوص كده. طبعا انا سبتها تدفى، يعني انا ما حطيتهاش وهي سخنة خالص. طبعا لو حطيتيها وهي سخنة هتسيح لك الصوص بتاعك خالص وهيبقى مية. علشان كده انا سبتها لحد ما دفيت خالص، وبعدين نزلت عليها بالصوص بتاعي. لما تكون دافية خالص تنزلي بقى عليها بالصوص بتاعك. طبعا انا سيحت كده معلقتين من النوتيلا، وبدأت احط عليها كده من فوق. طبعا لو مش حابة عادي خالص، ممكن بالصوص الابيض ده، وهتبقى تحفة وجميلة جدا. شايفين الجمال بقى ولا ايه؟ في ثواني ان شاء الله هتعمليها ب3 مكونات. وطبعا انا قلت لكم البديل بتاع الصوص سهل جدا وفي كل بيت. ولما الاولاد تقول لي اعملي لنا سينامون، اقول لهم لا مش عارفه ايه، واتحجج بحاجات كتير كده، علشان طبعا مكوناته كتير وحركاته كتير. لكن العجينه دي والصوص ده هيطلع لك احلى سينابون، احلى سينابون هتاكليه من اللي بره بكتير. شايفين بقى الجمال؟ طبعا لو هي في صينية اقل طبعا هتكمس كده على بعضها، والحتة هتطلع عالية عن كده كمان. شايفين الجمال؟ ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ حاجة كده من الاخر فاخر. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك وسبسكرايب، وتشتركوا في قناتي لو عجبكم الفيديو ان شاء الله وبإذن الله. ما تنسوش تدعموني يا جماعة، عشان انا بحبكم جدا جدا، ومبسوطة قوي ان انا وصلت ل 8000، وعقبال ان شاء الله ل10. خليكم كده معايا وجنبي، علشان انا بحبكم كتير. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع الف سلامة. باي باي. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له.